أهلا بكم من جديد في حلقة من حلقات مشاهد مع الشيخ عباس بتساوي مغسل أو مكرم الأموات. طبعا شيخ، أول شيء حياك الله معنا في هذه الحلقة الثانية. الله يجزيك. شيخنا، السحر والقبور، السحر والجثث الأموات، السحر والكفن، السحر، نسمع قصص وأنا تجيني اتصالات أحيانا وفي ناس تسألني هذا السؤال، لكن أنا ما شفت. إيش خبرتك شيخ في السحر مع المقابر؟ خبرتي بالنسبة للسحر في المقابر من زمان خبرة طويلة، لكن بالنسبة لوقوفي لها لا، يعني كوقوف شخصي بالنسبة للناس مسحورين موتى، هذه من النادر. من القصص اللي سمعتها وتراودكم كثير انه الناس تعتقد انه السحر في المقابر من اقوى انواع السحر. ليش؟ لأن القبور هذه عليها ملائكة، والقبر الواحد فيه أكثر من 30 ميت، فمنهم الصالح ومنهم غير ذلك، فعليها ملائكة القبور، فيعتقدوا أن السحر في وسط المقبرة هذه، وسط القبر ما يفتح. ليش؟ عشان الملائكة. فأغلى سحر وأقوى سحر اللي هو سحر المقبرة، قد يصل السحر إلى 5000 ريال. شيخ، شنو تقصد سحر المقبرة؟ شنو يعني؟ يعني طبعا في بعض الموتى يجوا مجهزين مغسلينهم في بيوتهم أو في مكان، خاصة في بعض الدول بالنسبة للنساء ما يغسلوا إلا في نفس البيت. فطبعا يجينا معاه تصريح الدفن وتبليغ الوفاة جاهز. إيه جاهز، نصلي عليه ونوديه القبر هذا ينزل مع زحمة الناس. طبعا أنا جالس فوق، أنا أنزل أقرب الناس له، فيجي مع زحمة الناس يوضع هذا السحر إما تحت رقبة الميت أو تحت ظهره أو بين يده، وما حد يشوفه. ما حد يشوفه طبعا بخفة. كيف نحن نعرف إنه هذا سحر؟ السحر هذا لما نجي تتنظف القبور، الدود يأكل كل جسد الميت ما يخلي شيء، ويأكل الكفن، فيبقى هذا السحر إما موضع الرأس أو موضع تحت ظهره أو عند رجليه. على شكل شنو هذا السحر؟ هذا السحر جمعتها في علبة الحليب النيدو الكبيرة، من طلاسم إلى حدائد إلى يعني كتابات كذا غير معروفة، مربعات فيها حروف، كلها موجودة في الجرائد وعندي صورها. عفوا شيخ، والخبيث الساحر يدفن مع الميت؟ نعم، باعتقاد انه عليه ملائكة ما يقدر يجيبوا القرين. يعني لو السحر حصل في في آخر القطب الجنوبي ممكن انه القرين يجيبه، لكن في داخل المقبرة لأقوى سحر ما يخرج السحر هذا إلا إذا فتح القبر. فهذا من أقوى أنواع السحر اللي في المقبرة. لكن الشاهد في هذه القصة يا أخويا نبيل، إن بعد ما جمعت هذه الكمية واتصلت بالشيخ علي المقبل، الشيخ معروف، نعم، على أساس إني أديله السحر هذا، لأني ما أعرف، أنا ما هي اختصاصي. نعم. خاف أحرقها يتلبس السحر فيها، خاف. في ناس متخصصين اللي يفكر. في ناس متخصصين في الحاجة. وما لقيت الشيخ، لكن عرفت إنه جاء جدة، وقلت إني أروح أوديله هذه العلبة. أقسم بالله العظيم، شوف في هذه الليلة إن العلبة يا شيخ كانت في موضوعها في سيارة ولدي، ما حد يسوقها ولا حد يقربها، في محل ما يخطر على بال أحد، تحت الاستبناء محطوطة. يوم جيت رايح للشيخ اتخفت العلبة كاملة، وفيها أكثر من 1000 سحر. اختفت كاملة، حتى إني مسكت ولدي وحقق معاه ولا تحقيق الشرطة. كيف اتخفت؟ سألت أحد المشايخ قال منهم فيهم هم يشيلوها، نفس السحرة الشياطين الجن يشيلوها. ولغاية يومك هذا أنا مستغرب، علبة كاملة فيها أكثر من 100 سحر وطلاسم. من اللي وضعها في المكان هذا؟ أنا وضعتها وما جمعتها. أيوة، ما يدري حتى ابني يروح سير عمل ما يدري عنه، يودي سيارة المغسل يغسلها وما يدري إن هذه تحت الاستبناء. واختفت فجأة كده، وأنا قيدي أمس. يمكن شيخ واحد نظف السيارة. أبدا يا شيخ، أنا أمس حطيت فيها سحر وجيت اليوم عشان أوديه للشيخ. سبحان الله. يعني ما مضى على وضع للسحر في العلبة 12 ساعة. طيب يعني السحرة يتقصدون المقابر والأموات لدفن السحر طبعا.
أهل الميت ولا النائب ينزل الميت مشغولين، ما يخطر على بالك. يعني مرة اتصلت علي إحدى الأخوات تقول إن أو أحد الأخوة عفوا إنه وجد شخص يجي في المقبرة في الليل ودفن شيء تحت جنب قبر، يقول راح شافه ولا طلاسم، دفنه بالليل ظن إنه ما في أحد يشوفه، وطلاسم عند القبر يدفن. يعني شو الخبث اللي فيهم؟ نعم والعياذ بالله. شيخ، في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إن بعض الناس الأرض ما تأكل أجسادهم مثل الشهداء وغيره. هذا في ناس تنكره، في ناس ما تصدق، تقول شنو يعني إن الجسد ما يؤكل. أنت شيخ لك خبرة في هذا الموضوع، شفت شيء بعينك مثل هذا؟ نعم، وأنا أحب أي واحد، يعني كويس أنك تطرقت لهذا السؤال، أي واحد يتصل فيه يبغى يتأكد من الكلام هذا، عندي صورته موجودة. أنا لا أقول لك عن فلان وعن فلان، عندي قصتين عن فلان فلان. عفوا شيخ، المشاهدين راح يشوفون الصورة اللي بتقولها بعد نعم شوية. أنا أديك الصورة وأنا وقفت عليها لرجل ما أعرفه ولا أنا غسلته، لكن لو تجيني وتقول لي أبغى ميت فلان مات في تاريخ كذا، أطلع لك من الملف التاريخ ومين اللي غسله وفين صلوا عليه صلاة الفرض الظهر العصر ورقم المقبرة اللي اندفن فيها حتى لو 20 سنة. هذا الرجل له 11 سنة، كل سنة يفكوا قبره، وزي ما ألمسك وتلمسني. جسده نفس الشيء، ما قرب الدود أبدا، كأنه دوب اندفن. وصورته هي تشوفوها موجودة معايا. عادة عندي يجي حفار القبور كل يوم ربوع وخميس جمعة، كان أولا يجهز لي 10 مقابر، كل يوم يجهز لي 10 مقابر. متى؟ بعد صلاة الفجر. ففي بعض الإخوان الفضوليين يحبوا يتفرجوا وهو ينظف القبر. طبعا الناس يمكن ما تفهم شنو ينظف القبر، في دول نفس القبر يدفن فيه أكثر من شخص بعد نعم فترة. عشان قلة المقابر وكثرة نعم. الموتى. فلا ما نشيل العظام حقته ولا نشيل شيء، نلفه بنفس الكفن حقه ونيجي على الجنب الأيمن نحفر مسافة متر وينزل هذا الكفن زي ما هو وينظف محل الميت الثاني ويحط محله الثاني. فبعض الأخوة يجوا بعد صلاة الفجر يتفرجوا بس للفرجة يشوفوا بعض الكرامات هذه. فاضطريت إني أقول للحفار إنه يجي بعد صلاة الظهر. ليش؟ شمس محرقة ما في أحد. نعم. قال لي يا شيخ أنت فوق أنا تحت بحفر فصعبة. قلت له احتسب الأجر عند الله ولا الإخوان يضايقوك في الصباح. ينزل يجهز له 10 مقابر الربوع والخميس والجمعة. 11 سنة، كل سنة يفكوا القبر ويجي ينظفوه لغاية ما جوني الأخوان قالوا لي ما صدقت. أنا ما صدقت. قلت ايش سووا؟ قال لما نشوفه بالجسم هذا نقوم ندفنه زي ما ثاني ونروح للقبر الثاني. قلت أجل السنة الجاية أنا أوقف عليه أشوف. لكن الشاهد اللي خلاني يعني أصدق القصة إنه بعض الإخوة ضعاف النفوس يجي يتبرك في هذا القبر. نعم. من دول ثانية، إما يأخذ شوية من تراب هذا القبر أو إني يتمسح فيه، حتى إني مناتهم. فعملت يعني حاجة قضيت على حتى إنهم راحوا اشتكوني. طمست هذا القبر كله، خليته متساوي مع جميع القبور عشان لا يعرف. عشان لا يعرف. يعني صحيح ان في ناس الارض ما تاكل اجسادهم. نعم. هذا قد يكون لصلاحه، نعم. لدينه، لتقواه عند الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للشخص هذا عندما رجعنا الملف حقه 11 سنة وجد انه من حفظة كتاب الله. الله. فاخويا نبيل اللي عرفوا 5 أو 6 من الحالات اللي قلت عليها ان اللي ما ياكل جسده مدود حفظت كتاب الله القرآن والمحافظة على الصلاة وسيب الشهيد. احنا نتكلم على هذول الاخوان اللي انت شفتهم ومريت بتجارب وشفت اجسادهم ما اكلتها الارض. نعم. شيخ، في موضوع ايضا يمكن شويه يخوف بعض الناس لكن لازم نعرفه، مراحل تحلل الجسد، لانك شفته بعينك انت. نعم. ما هو كتاب نقرأ، لا الشيخ شافه بعينه متى يتحلل وكيف يتحلل الجسد. يمكن قلت لي قبل الحلقة الناس ما تعرف الدود اللي يأكل الجسد من وين يجي وشنو مصير هذا الدود. هذا كله ودي أعرفه شيخ، لكن تأذن لي بعد الفاصل. خلكم ويانا لكن بعد الفاصل.